بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده باذن الله جايين نتكلم عن شركه ان درايفر. في حاجه مهمه جدا في ان درايفر الناس كلها بتقع فيها، ايه هي؟ موضوع ان انت تلغي الاوردر ويتحسب عليك رسوم الالغاء او اللي هو النسبه بتاعه الشركه وما ترجعلكش تاني في الاسترداد. يعني في ناس كتيره بتحصل معاها نفس المشكله بنفس الطريقه. انا عن نفسي حصلت معايا قريب، واللي خلاني عملت الفيديو ده ان في كذا كابتن كلموني. لسه اخر واحد مكلمني امبارح بالليل بيقول لي ان هو حصل معاه نفس المشكله، ودي اكبر مصيبه في شركه ان درايفر، وانا اتكلمت عنها 50,000 مره. والشركه مش معبره حد، والشركه مش في دماغها اي حاجه. عاوزين نخلي الشركه تحاول تتنازل عن الموضوع ده. لما اخلص الرحله واخد الرحله ابقى براحتك، خد النسبه براحتك، كل شركه وليها نسبه. بس موضوع ان انا اشحن الاول وموضوع ان انا يتاخد مني نسبه من غير ما اعمل الرحله، دي مصيبه في حد ذاتها. والمصيبه الكبيره كمان اللي ما تنزلكش في الاسترداد. يعني احنا عارفين ان الشركه مثلا لو نزل لك فلوس في الاسترداد او رحله انت لغيتها وانت مثلا بعد الخمس دقائق بيرجع لك الفلوس في الاسترداد. طب النهارده احنا جايين نتكلم في ايه؟ جايين نتكلم ازاي انا لو في رحله مش عاوزها الغيها صح. ازاي الغي رحله في ان درايفر صح عشان خاطر الفلوس دي حتى لو اتاخدت مني يعني ترجع لي في الاسترداد. اولا رحله ان درايفر اول ما تجيلك يعني ايه حظك يبقى كويس لو انت بعيد عن الرحله. لو انت بعيد عن الرحله، في ساعات احنا بناخد رحلات ان درايفر وبعد كده بنفكر هو الرحله مجازيه معايا ولا لا، احسبها بقى. يعني في ناس ما بتحسبهاش قبل الرحله، انا عن نفسي بحاول احسبها قبل ما اخد الرحله. في ناس ما بتحسبهاش قبل ما تاخد الرحله، بيدوس على الرحله وخلاص قبول، وبعد كده يفكر هو الرحله حلوه ولا وحشه. لو انت بعيد عن الرحله مش هيفرق معاك اي حاجه. ليه؟ العميل لغى، انت لغيت، مش هتتحسب لك في الاسترداد ولا يحسب لك اي حاجه ولا اي حاجه. بس هو اكتر من الغاء، يعني مثلا ايه؟ الغاء اتنين بعد الالغاء التاني بيبعت لك انذار ان انت ما ينفعش تلغي رحلات كده متتاليه وكده. او لو اتاخرت على العميل والعميل لغى فبيبعت لك نفس الرساله ان انت اتاخرت على العميل، ما تحاولش تعمل القصه دي تاني عشان ما يتحصلكش وقف. ممكن ساعات بيوقفوا 24 ساعه، ساعات اسبوع، ساعات اسبوعين، حاجات زي كده. دي ان درايفر. طب ازاي بقى نلغي صح؟ زي ما قلنا، لو انت بعيد عن الاوردر او بعيد عن العميل كده تمام، الغي براحتك والعميل يلغي براحته، ما يحصلكش اي حاجه. لكن بقى لو انت حظك وحش وقريب من الاوردر، يعني مثلا بينك وبين الاوردر 100 متر، انت في شارع مثلا وهو قدام شويه، او مثلا انت الجنب ده وهو الجنب ده، يعني ساعات بتصدف معاك ان بتبقى قريب جدا من العميل. فانت تعمل ايه؟ تحاول تروح للعميل وتعمل ايه؟ تقف 5 دقايق، وبعد ما تقف 5 دقايق تلغي الرحله. لو لغيت الرحله بالطريقه دي تعمل لها الغاء، وبعد كده تكتب المسافر لم يظهر. كده انت لغيت صح ومفيش اي مشكله عليك، والفلوس حتى لو الرحله بكام هتنزل لك في الاسترداد. طب انا دلوقتي وصلت للعميل والعميل هو اللي لغى، لو ما نزلكش الفلوس في الاسترداد ابعت شكوى. في ناس بقى هتقول لي ان انا وصلت للعميل وعميل لغى وبعد كده ما نزليش في الاسترداد، دي كده مشكله في الشركه، ودي يعني بتحصل بس نادر قوي. وزي الكابتن اللي قلت لكم عليه ده، وصل للعميل وبعد ما وصل للعميل العميل هو اللي لغى وما نزلوش الفلوس في الاسترداد، بعت للشركه يقول له اصل انت لغيت غلط. هو الراجل حاول يلغي، الكابتن حاول يلغي، لقى بيقولوا له خطا في الالغاء وحاجات زي كده، فالشركه بتقول له اصل انت لغيت غلط، اصل انت مش عارف ايه. طب ايه العمل؟ العمل ان دي شركه فاشله وبيحصل الكلام ده مع كذا حد وما بنقدرش نعمل معاهم اي حاجه، وشركه بنت لذينه. واحنا زي ما قلنا كده، صاحب صاحبك على عيبه. هي فيها عيوب، انت هتقدر تتغلب على العيوب دي اشتغل فيها، مش تقدر خلاص. في ناس شغاله وزي الفل ومفيش اي مشكله. انا دلوقتي جايب لك رحله من ابلكيشن ان درايفر، انا جاتني الرحله دي وبصراحه ما كنتش عاوز اعملها، وكنت بيني وبين العميل حوالي 400 متر، فانا مش عاوز اخد الرحله دي. رحت عملت ايه؟ دخلت بصوا كده، في عندك نعم الغي، لما تدوس على الغاء اللي فوق دي بيجيب لك تحت نعم ان انت عاوز تلغي، نعم الغي. فبيجيب لي ايه بقى لو دوست على نعم الغي دي بيجيب لي 3 حاجات دول. شايف الحاجات دي؟ ارفض تنفيذ الطلب. لو انت بعيد عن الرحله، انا الرحله دي لغيتها وما حصليش اي حاجه وما خدتش فلوس ولا اي حاجه، عشان انا كنت بيني وبين العميل حوالي 400 متر وانا لغيتها على طول، ما استنيتش، يعني ما انتظرتش كتير. عشان الشركه لما انت بتستنى كتير بتحسب ان انت عملت ايه، وقفت علامه الجي بي اس ورحت للعميل وخدت العميل. فحتى بعد كده ساعات الرحله بتتاخد وحد تاني بياخدها وانت بتاخد رحله تانيه وبرضك بيحسبوا عليك الالغاء. هي حاجه زباله، بس يعني هنعمل ايه؟ نحاول نفيد الناس على قد ما نقدر. بص كده، انا رحت ايه دايس ايه؟ ارفض تنفيذ الطلب. ارفض تنفيذ الطلب ده معناه ان انت مش عاوز تنفذ الطلب. تاني حاجه طلب زائف. طلب زائف ده ان انت بتقول يعني الرحله دي مثلا، عارف انت لما تيجي الرحله بثغره، لو جت رحله عندك بثغره ان هو مثلا العميل حاطط سعر قليل او حاجات زي كده،
فانت بتقول طلب زائف ان هو ده بيشتغلك او في طلب فيه مشكله او حاجه زي كده. بعد كده شكوى بشان العميل. شكوى بشان العميل دي بتقول بقى لو العميل كلمك، لو حصلت اي حاجه، لو في اي مشكله في الرحله دي بردك، ولو في ثغره في الرحله دي بتكتب ان الرحله دي فيها ثغره، الرحله دي مثلا مش عارف 10 كيلو والعميل حاطط 10 جنيه او 15 جنيه او حاجات زي كده، رحله 30 كيلو والعميل حاطط لك 20 30 جنيه، حاجات زي كده. انا قلت الكلام ده في فيديو قبل كده قديم، ازاي تلغي في ان درايفر من غير اي حاجه. فدي بنعملها ليه؟ كل الكلام ده بنعمله ليه؟ عشان خاطر الموضوع القديم، الالغاء قبل النسبه غير الالغاء بعد النسبه. يعني الالغاء بعد النسبه حاجه تانية خالص، زي ما بوريكم كده ان انت لازم تلغي باي طريقه من الطرق دي لو انت بعيد عن العميل. طب انا دلوقتي قريب من العميل، اعمل ايه؟ لو انا قريب من العميل لازم استنى ال5 دقايق، وصلت عند العميل استنى ال5 دقايق وبعد كده الغي الرحله عشان اقدر اخد الفلوس بعد 5 ايام. هي غلط ان انت تاخد منك فلوس وتجيلك بعد 5 ايام، بس هنعمل ايه؟ هي دي الشركه بتاعت ان درايفر، هو ده النظام. وفي ناس كتير هتيجي تقول لي اصل انت قلت يا باشا كل وقت وليه اداه، كل وقت وليه نظام، قبل النسبه غير بعد النسبه، غير دلوقتي غير بعدين. الاول كانوا بعتوها بعد 10 ايام وساعات يقول لك 30 يوم، دلوقتي خلوها 5 ايام اللي هو استرداد الفلوس. فاحنا بنحاول نقول للناس اللي موجود في الوقت الحالي، فلو شفت فيديو قديم ما تقارنهوش بالفيديو الجديد، كل حاجه وليها حاجه. والمشكله الكبيره برضك لو انت حاولت تتصل بالعميل هيحسب عليك النسبه، لو دوست على علامه الاتصال دي واتصلت بالعميل النسبه محسوبه لا محاله. ولو حتى عملت ايه لازم تروح للعميل وتقف ال5 دقايق عشان تقدر يبعت لك الفلوس في الاسترداد. وانا برضك الموضوع ده حصل معايا من قيمه اسبوعين، ان انا كنت في شارع والعميل كان الجنب التاني وانا الجنب ده، والرحله كانت ما شاء الله ب 120 جنيه. فانا لسه بتحرك للعميل لقيت العميل لغى، فهو عشان كان جنبي او قريب مني ببص لقيت الشركه راحت خصمه ال 12 جنيه اللي هم العموله بتاعتها وما ردتليش حاجه. وابعت شكوى يقول لي اصل انت مش عارف ايه، حتى من كتر الخنقه شتمت بتاع خدمه العملاء ان انت بتتكلم في ايه، انتوا خصموا مني فلوس وبعد كده تقولوا اصل انت مش عارف ايه. انا مالي ومال العميل؟ هي دي القصه الرخمه جدا جدا في ان درايفر، ان انا بدون اي سبب يتخصم مني فلوس، هي دي الفكره. فانا بحاول بس ابسطها للناس واعرفه ان هو لازم يلغي صح، عشان في ناس توصل للعميل وبعد كده يعمل شكوى في العميل. طب ما انت عملت الغاء اللي هو شكوى في العميل او طلب زائف او انا مش عاوز اقبل الرحله دي، فانت كده يا باشا مش هتاخد اي حاجه، الشركه مش هتديك اي حاجه وتقول لك خلاص حسبت عليك وخلاص. يعني ايه؟ انت اتدبست بس. فهي دي الفكره، ان المفروض الشركه على الاقل الالغاء بتاع العميل ده ما يكونش عليا انا، ما يجيش عليا انا. يعني الغاء العميل ده المفروض لما يلغي بعد فتره يقول لك اصل احنا بنتخذ الاجراء اللازم. لازم ايه يا عم؟ حط عليه غرامه عشان ما يلغيش، وبعد كده هو الشركه برضك خايفه من تحصيل الغرامه، يقول لك لا لما تيجي الرحله اللي بعدها اخصم الغرامه. انا مثلا خدت من العميل ده 10 جنيه عشان هو عليه الغاء، احصلها انا ككابتن وبعد كده ابقى الغيها، يعني اخصمها من عندي من النسبه بتاعتك، اخصمها كمان ال 10 جنيه. ايه المشكله؟ اعمل نسبه الغاء للعميل بحيث ان هو يدفع فلوس في الالغاء، فكده ما يلغيش على الفاضي والمليان ويضيع شغل الكابتن ومسافه الكابتن ان هو يروح له مسافه 2 كيلو 3 كيلو وفي الاخر ياخد على قفاه. هي دي الفكره، ان انت لازم يبقى عندك عدل بين العميل وبين الكابتن. وبرضك لما تكون معاك رحله وعميل شد معاك او عميل مش كويس او كده، بعد ما تخلص الرحله وتاخد فلوسك وتمام التمام كده كده الشركه خصمت النسبه، تعمل ايه؟ تعمل شكوى في العميل زي ما انا وريتك كده، شكوى بشأن العميل. شكوى بشأن العميل دي تكتب فيها سلوك العميل، تكتب فيها اللي عمله حصل ايه مش عارف ايه، عشان الشركه برضك تاخد بالها ان العميل ده مش كويس. هم كده كده مش يعني باقيين على العميل ومش باقيين عليك ومفيش اي مشكله، بس عشان خاطر العميل ما يقيمكش تقييم وحش او ما يحصلكش اي مشكله زي ما قلنا في فيديو قبل كده. اهم حاجه بقى يا باشا، لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، واوعى تنسى الاشتراك معانا في الرابطه بيبقى عن طريق جروب التليجرام، بتبعت لنا اي حاجه يعني اي ابلكيشن انت شغال فيه صوره منه ان انت شغال شغل فعلي حقيقي، عشان اي حد في الرابطه لازم يكون كابتن. مش هينفع حد يكون بيفكر ان هو يشتغل، ان هو عاوز يشتغل بعد كده ان هو مش عارف ايه، ان هو يكون عميل، ما ينفعش يخش معانا في الرابطه هتكون كباتن فعليين شغالين بجد بس. وما تنساش اللايك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.